عمي تبون قبل 6 شهور ولا 7 شهور من اليوم خرجت في التلفزة الجزائرية وقلت فلسطين أم القضايا، وإحنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وعجبتني فيها وعجبت كاع الشعب الجزائري بكلامك. كون جات فلسطين قدام الجزائر رانا دخلنا، ماشي رانا دخلنا ولا تحررت صافي لونطون، والجزائريين بصفه خاصه الجزائريين معروفين حارين. كون جات فلسطين قدام الجزائر كون الاستقلال داتو بكري، ماشي دروك مازالت في النزاعات، مازالت في الحرب في غزه وهكذا وراك شرا يسرى. نتمناو متمنيين احنا كون جينا في بلاصه مصر، كون جيت في بلاد كوراني ثم انا يا خويا نجاهد في سبيل الله. نحروها صاحبي، انا الاول اللي نطلع، بصح صاحبي ما نقدرش نطلع والساندويش 10,000 راك تسمع، بصح نحاربوا حنايا. انا كنت ترى في الجزائر ونحررها. يا خلاص كاع نحروها، احنا باينين بلي نحروا فلسطين. احنا لا احنا ماش محرين صاحبي كيفاش. يا خو جات فلسطين قدام الجزائر يا خو نحروها كامل، نروحوا هادو اللي هم قدامنا والناس كاع والارجيري كاع نروحوا كامل بيسك هنا راهي خويا راهي هنايا. نحرروها باذن الله عز وجل. حنا هنا في الجزائر ما عطاوناش الحريه، سينو كان بعثونا لتما وراس ولادي غير نروح ونحررهم باذن الله عز وجل. لو الجزائر اجت جنب فلسطين حسب ما شفنا من هذه الجماهير تولي فلسطين دولة حرة من زمن بعيد جدا كانت حرة. احنا ماشي تاع هدرة وكاع، احنا تاع حرب، احنا نحبوا نحاربوا. يا مخدام يا شباب، يا مخدام يا شباب، يا عميل الامريكان، يا عميل الامريكان، السلام عليكم يا أهل العرب، السلام عليكم يا شعوب الأبطال، السلام على شجعان وشهداء غزة. نحن المسلمون لا يموت الشهيد عندنا، ما زلتم أحياء عند ربكم ترزقون. إليكم رسالة من المغرب الحبيب داخل أرض الرباط من فتاة مغربية. إني الآن أناشد بكل أشجاني وعواطفي إلى إخواني في فلسطين، نحن لن ننساكم، نفكر فيكم دائما، لكن ما باليد حيلة. خانونا ملوك العرب ورؤساء العرب، ما باليد حيلة. لو فتحوا الحدود لفتحنا فلسطين وعدنا إليكم لا عادي، ما بيدنا حيلة. نرجوكم أن تصمدوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إسرائيل زائلة، إسرائيل زائلة بإذن الله، إسرائيل زائلة. جينا اليوم لهذا الاحتجاج هذا من أجل غزة، من أجل فلسطين، من أجل بلاد القدس. جينا اليوم باش نحييوهم على المقاومة ديالهم، جينا باش ندعموهم اليوم، جينا باش نبينوا صوت المغاربة وصوت الشعوب العربية اللي كيقولوا أنهم لا يدعمون هذه القضية. نحن ندعمكم كشعب، نحن ندعمكم، نحن نحبكم يا أهل فلسطين، نحن نمقت الكيان الصهيوني، نحن نحبكم صدقا، لكن ما باليد حيلة. لو فتحوا الحدود لقاومنا، لو فتحوا الحدود لكنا معكم اليوم، لكن الله شهيد على قولنا وأفعالنا. نحن نحبكم أشد الحب، نحن معكم قلبا وقالبا، حتى بهذه الوقفات الاحتجاجية نحن معكم كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة بقلوبنا. أقسم بالله العلي العظيم أننا لا ننام من الحزن. أنا من الأشخاص الذين تأثروا نفسيا كل مرة أرى فيها ناسا يموتون، كل مرة أرى فيها سفك دماء لأطفال أبرياء. هذا الشيء يقهرني ويقهر جميع المغاربة. جئت بالرباط من أجل نصر فلسطين على إسرائيل. سؤال إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. سيدي الرئيس، ولا كما يقولوا لك في الجزائر عمي تبون، قبل 6 شهور ولا 7 شهور من اليوم خرجت في التلفزة الجزائرية وقلت فلسطين أم القضايا، وإحنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وعجبتني فيها وعجبت كاع الشعب الجزائري بكلامك. لكن كنت تهضر في الوسع، يعني ما كان صاري والو كي كنت تهضر نتايا، بصح اليوم كي راهو صاري فيهم الباطل الفلسطينيين
ما شفناك خرجت، ما هضرت، ما خرجتش ودرت حاجه تنفع الفلسطينيين. يعني معناتها نتايا كيفك كاين اللي سبقوك، يعني سواء بوتفليقه سواء اللي قبلو، عندكم غير لسان ولا كيفاه؟ كمواطن جزائري اطلب منك الخروج اليوم والهضر على فلسطين ودير حاجه تنفع الفلسطينيين. انا عندي الحق باش نطلب من رئيس الجمهوريه يخرج يتكلم على واش صار اليوم. ما نحتاجكش غدوه كي تفرغ كي تبرد الحكايه وتخرج تهدر ونو فلسطين فلسطين. نو نحتاجك اليوم. خلاص ما تعطيناش سكنه والخدمه، ما نحتاجوش خدمه، نحتاجك اليوم تخرج تهضر على فلسطين. نحتاجك اليوم تخرج تهضر، فهمتنا؟ ما خصناش حبيتو ترهبوا البلاد تسرقوها، الله يسهل. هضر على فلسطين اليوم وخرج دير عفسه تنفع الفلسطينيين، ولا ما تنفعوا والو. نتوما ما نفعتوا للشعب اقتصاديا ولا ثقافيا، وما نفعتوا فلسطين، يعني غير لسان 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 لسان. والله هلا بزاف، والله قلتها وأعيدها. أسوأ مثال يضرب في استقلال الشعوب من الاستعمار هو المثال الجزائري. وراه الاستقلال، وراه الحرية. لما يمنع الشعب الجزائري من مساندة إخوانه في فلسطين بمظاهرات فقط، سموها المجاهدين في فلسطين جمعة التصعيد، طلبوا من الشعوب العربية والشعوب المسلمة وأحرار العالم بالخروج يوم الجمعة لمساندتهم والضغط على النظام الدولي بوقف التصعيد على غزة وقصف إخواننا في غزة. مظاهرات فقط، مظاهرات. النظام الجزائري يمنع الشعب الجزائري من هذه المظاهرات ويعتقل رجال نساء، طلعهم للفيطو وديهم للسيلونات. علاش؟ لأنه بني صهيون اللي حاكمين في الجزائر يخافون من أن الشعب الجزائري لكي يعني يصعد ضد بني صهيون تاع فلسطين اللي حاكمين اللي مستعمرين فلسطين، ينقلب على بني صهيون اللي حاكمين الجزائر وجاثمين على صدور الشعب الجزائري وحاكمينه غصبا عنه. أيا بيناتنا يرحم بابا، أعطي لي كاش نظام شرعي لا يخاف ولا يعني ديمقراطي، نظام جاب بإرادة شعبية، يحكم بإرادة شعبية منا، يمنعك من أن تساند فلسطين ولا تدير مظاهرات لصالح يعني السلام في فلسطين وإيقاف قصف إخواننا في غزة. لو كان ما جاش نظام غير شرعي، نظام صهيوني أكثر من بني صهيون ويخاف على مصالحه ومصالح أولاده وزوجاته وصديقاته والأموال التي اكتنزوها بغير وجه حق، والله العلي العظيم غير يخلي الشعب يخرج عادي جدا، ولكن يخافون على الكراسي. سبب اني حطيت هذه الصورة يا اخوتنا في الجزائر لأنها سنة 1960 كان سنتين قبل استقلالكم من فرنسا. 1960 لما زارنا جلالة الملك المغفور له محمد الخامس، 13 سنة قبل تأسيس تنظيم البوليساريو الإرهابي. اليوم يا أخوتنا في الجزائر بطلع علينا مرتزقة، بطلع علينا ذباب إلكتروني، بطلع علينا ناس بيسموا حالهم فلسطينيين وبيشتموا في مملكة المغرب الشريفة وفي ملك المغرب حفظه الله باسم فلسطين وباسم العلاقة الفلسطينية المغربية. اللي بدي أقول لكم إياه يا أخوة ومن غير ما حدا يزعل، علاقتنا في المغرب مش من الستينات ولا قبل عقود، بل علاقتنا في المغرب الشقيق هي علاقة قرون. علاقة قرون ربطت ومزجت الدم الفلسطيني مع الدم المغربي، ربطتنا بالرجال اللي اجوا مع صلاح الدين والبيوت اللي اجوا كل مداخل القدس. في اشي في مدخل من مداخل القدس يسمى باب المغاربة. فيا اخوان لما يطلع لنا مرتزقة باسم الجزائر، ذباب الكتروني باسم الجزائر، ويشتم المغرب ويشتم المغرب باسم الفلسطيني مشان تخربوا العلاقة بيننا وتسمحوا لهؤلاء المرتزقة انهم يشتمونا ويشتموا اخوتنا في المغرب، انا اسف على ما يحصل بهذا المستوى، واتمنى منكم انكم توقفوا هذه المهازل ضدنا وضد اخوتنا في المملكة المغربية الشريفة. علاقتنا يا اخوان مع المغرب علاقة عريقة قديمة، خلافاتكم مع بعض كثير جديدة وحديثة مقارنة في العلاقة ما بيننا وبين اخوتنا في المغرب. البوليساريو في 73 سرقوا علم فلسطين، واليوم بيطلع شعارات فارغة تقول طريقنا إلى القدس تمر عبر البوليساريو.
هذا شيء مخجل ومؤسف، لأنها قضية فلسطين وعلم فلسطين مقدس، وقضية فلسطين مباركة ومذكورة في القرآن. وعلاقتنا مع أخوة المغاربة هم من جاء وسكن فلسطين ودعم فلسطين ويدعم فلسطين اليوم للحظة هذه، هم أخوتنا وبأموال المغرب وأموال الضرائب وأموال الزكاة. فأرجو منكم يا أخوتنا في الجزائر إنكم تحترموا علاقتنا العريقة الأصيلة القديمة وعلاقتنا الحالية مع هذه المملكة الشريفة.